السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلونكم شباب؟ شخباركم؟ اليوم حلقتنا مختلفة شوي عن الأسلحة اللي ننزلها. اليوم عندي فد موضوع حول العتاد. طبعا العتاد شلون تحافظ عليه وتخليه من الرطوبة انه بحيث ما يلوح رطوبة حتى اذا كان عتاد جديد. شوف هاي الطلقة، هذا طبعا العتاد مال التوقاريف الجديد اللي سويت لكم عليه فيديو. شوف هاي الكبسولة هي ما تجي هيك بهالشكل، بس احنا ايش خلينا لها؟ خلينا لها صبغ مال اظافر على قد الكبسولة. شوف صارت بهالشكل كلهن، سويت الهناني صبغ اظافر على قد الكبسولة. هذا صبغ اظافر يحافظ على الكبسولة من الرطوبة. ليش؟ لانه هو مادة بلاستيكية تكون تعزل الرطوبة، تعزل الرطوبة عن الجو المحيط بالطلقة. زين، فيكون كعازل. هذا هي بس هو شنو اللي يصير بالكبسولة، شنو يصير بالطلقة حتى تدقس وتصير مطق؟ هي الكبسولة تاخذ رطوبة من الجو او من الجو المحيط بيها، فتدقس الطلقة عندك مطق. بينما اذا تخلي لها هذا الصبغ اظافر، هذا راح يكون يحافظ على الكبسولة من الرطوبة، وراح يكون عازل. زين، مادة عازلة حتى تعزل الرطوبة. وهاي الطريقة راح تقدر تحافظ على العتاد اللي عندك. زين، هاي الطريقة راح تقدر تحافظ على العتاد اللي عندك حتى لا يصير يخرب حرامات وانت مشتري طلق غالي، واكيد تريده يعيش وياك فترة طويلة. طبعا تخزنه الى فترة طويلة. استخدم هاي الطريقة بخطيتك بهالرقوة، بس مو تخلي هواية، شوية بهاي قطرة صغيرة ومسحها بيدك هيج. زين، نقطة صغيرة هنا بالنص ومسحها بصبعك هيج، راح تصير بهالشكل. زين، تحياتي لكم من قناة هاوي أسلحة. فعل الجرس واشترك بالقناة حتى يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اللي راح انشرها، لان الفيديوهات الجاية هواية اكثر من التصور. تحياتي لكم، مع السلامة.